أسرار الدروب شوبينج. إزاي تكسب كتير بسبع حيل محترفة. في الوقت الحالي أي حد دلوقتي يقدر يكسب فلوس من بيع منتجات وخدمات من غير ما يكون ماسكها في إيده أو حتى ليه دور في صناعتها أو توزيعها. الدروب شوبينج أو التسويق بالعمولة فتح الباب لكتير من الناس اللي عاوزة تبدأ مشروعاتهم الخاصة من غير فلوس أو مخزون منتج أو خدمة. كل اللي محتاجينه نت كويس وكمبيوتر يشتغل كويس وشوية فهم في التسويق الإلكتروني. ممكن تفكر إن الكلام ده غريب، بس لا، الدروب شوبينج جزء من التجارة الإلكترونية اللي بتكبر بسرعة وبتساعد تجار كتير في بداية مشروعاتهم وتوسيعها. في الآونة الأخيرة بدأت تظهر تكنولوجيا وأدوات جديدة تساعد تجار الدروب شوبينج على تحليل السوق واختيار المنتجات الرابحة بذكاء أكبر، زي مثلا استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات وتوقعات السوق اللي بيخليهم يقدروا يتنبؤوا بالتغيرات في الطلب ويستفادوا منها بشكل أفضل. لو أنت من الناس ديت وعايز تعرف إزاي تبدأ، يلا نشوف مع بعض أهم النقط اللي هنتكلم عنها. إيه هو الدروب شوبينج؟ إيه هي مميزات الدروب شوبينج؟ إيه هي مشاكل الدروب شوبينج؟ هل الدروب شوبينج محتاج سجل تجاري؟ وأخيرا هنتعلم مع بعض 7 أسرار احترافية في الدروب شوبينج. إيه هو الدروب شوبينج؟ الدروب شوبينج ده نوع من أنواع التجارة الإلكترونية فيها التاجر بيبقى وسيط ما بين صاحب المنتج أو الخدمة الأصلية والعميل. يعني التاجر بيعمل دعاية للمنتج على قنواته الخاصة وبياخد هامش ربح لما البيع يتم. مثلا ممكن يكون هدف التسويق إن العملاء يزوروا موقع معين أو يحملوا منتج أو حتى يتفرجوا على فيديو أو يشاركوه، ولما الوسيط ينجح في جذب العملاء ويوصلهم للهدف بياخد العمولة اللي اتفق عليها مع التاجر. الدروب شوبينج مختلف عن باقي أنواع التجارة الإلكترونية في إن التاجر مش بيمتلك المنتج أو الخدمة ولا عنده مخزون ليها ولا بيحط ميزانية لتوزيعها ولا حتى محتاج مكان لتخزينها. كل اللي محتاجه إن هو يتعاقد مع المورد الأساسي ويشتغل على تسويق المنتج وبياخد ربح على كل عملية بيع ناجحة. وعلشان العملية دي تمشي صح، التاجر يا إما يمتلك متجر إلكتروني يسوق من خلاله أو يستعين بمنصات الدروب شوبينج زي إيباي وعلي بابا وجوميا وأمازون وغيرها. المنصات ديت بتوفر مميزات زي قوالب جاهزة لعرض الخدمات ووسائل الدفع بتبقى آمنة للعملاء وطريقة لتتبع المنتج وضمان نجاح المعاملة. مميزات الدروب شوبينج. الدروب شوبينج عنده مميزات كتير خلته من المجالات المهمة في التجارة الإلكترونية، زي مش محتاج رأس مال كبير، مش مطلوب ميزانية ضخمة علشان تبدأ، ومش لازم تمتلك المنتج أو الخدمة، تقدر تسوق وتبيع حاجات من غير ما تكون ملكك. كمان مش محتاج مكان للبيع، مفيش حاجة لمكان معين علشان تبيع فيه، مش محتاج مخزن للمنتجات، مش مطلوب منك أصلا مكان تخزن فيه المنتجات، ومش محتاج متجر إلكتروني خاص. تقدر تبدأ التسويق مباشرة على منصات الدروب شوبينج. وكمان هامش ربح مجزي، بتاخد ربح كويس من بيع منتجات أو خدمات لشركات تانية. وكمان في تنويع في المنتجات والخدمات، فرصة كبيرة إنك تبيع وتقدم أنواع مختلفة من المنتجات، وتقدر تعمل ترويج وتبيع من أي مكان في العالم. مفيش حدود جغرافية توقفك، وفي مرونة في البيع وتغيير المنتجات، سهل جدا تعدل وتغير المنتجات اللي بتبيعها. المميزات دي خلت الدروب شوبينج واحدة من أفضل الطرق اللي عاوز يدخل عالم التجارة الإلكترونية من غير ما يكون عنده استثمارات كبيرة. طيب إيه هي مشاكل الدروب شوبينج؟ فعلا الدروب شوبينج ليه مميزاته، بس كمان في تحديات ومشاكل لازم تاخد بالك منها. أول حاجة، هامش ربح قليل في البداية. في أول الطريق ممكن تلاقي إن الربح قليل، وكمان منافسة قوية. كتير من تجار الجملة داخلين المجال بقوة، فالمنافسة بتبقى شرسة. وكمان في صعوبة في الترويج، لو مهاراتك التسويقية مش قوية أو مش محدثة هتواجه صعوبة في تسويق المنتجات، وتتبع المنتجات صعب خصوصا لو بتروج لمنتجات كتير في تصنيفات ومنصات مختلفة. وتحمل مسؤولية مشاكل التوصيل، لو في مشاكل في التوصيل أو العميل واجه مشكلة العبء كله بيقع على التاجر. وكمان خدمة العملاء مسؤوليتك الكاملة، من حل مشاكل المنتج لتأكيد التوصيل وإدارة المرتجعات. وكمان التحكم بيكون منخفض، مشكلة الضعف في السيطرة على المنتج وعملية الإنتاج والتوصيل أو التعاون مع الموردين. وفي تعقيدات في عملية الشحن خاصة لو بتتعامل مع أكتر من مورد. وصعوبة في التنظيم والإدارة، لازم تكون مدير كامل لكل حاجة من التسويق لخدمة العملاء والمبيعات. كل دي تحديات ممكن تواجهها في الدروب شوبينج، فلازم تكون مستعد وعندك خطة واضحة لإزاي تتعامل معاها. طيب هل الدروب شوبينج محتاج سجل تجاري؟ في وقت كتابة محتوى الفيديو ده الدروب شوبينج لسه مش محتاج سجل تجاري خاص بيه، لكن لو بتشتغل في الدروب شوبينج عن طريق موقع تجارة إلكترونية خاص بيك وشغال على نطاق واسع من ناحية نوع المنتجات والربح المادي المتوقع، ممكن تحتاج تطلع سجل تجاري. وخطوات استخراج سجل تجاري لموقع تجارة إلكترونية في مصر: أول حاجة، طلب رخصة إنشاء متجر إلكتروني من المجلس الأعلى للإعلام. تاني حاجة، بتملى استمارة طلب الرخصة المتاحة على موقع المجلس الأعلى للإعلام. تالت حاجة، تقديم صورة من السجل التجاري. رابع حاجة، تقديم صورة من البطاقة الضريبية. خامس حاجة، صورة من إثبات الشخصية، وكمان تقديم بيان موازنة وصورة إثبات ملكية العلامة التجارية.
وكتابة تعهد بعدم نشر محتوى ضار أو مخالف، وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع ومكان حفظ الخوادم، ودفع رسوم بقيمة 50,000 جنيه مصري. الخطوات ديت بتوضح إزاي تطلع سجل تجاري لو شغلك في الدروب شوبينج وصل لمستوى يحتاج لده. ومع نهاية الفيديو تعالوا نتعرف مع بعض على أهم حاجة في الفيديو، وهي 7 خدع احترافية في الدروب شوبينج. اعرف منتجك كويس، لازم تفهم المنتج بتاعك وتعرف مميزاته وعيوبه. ادرس ازاي تقدر تستغل المميزات ديت في رسالتك التسويقية، وازاي تغطي على العيوب. فكر في ازاي المنتج ده مطلوب دلوقتي وهل هيفضل مطلوب في المستقبل. شوف هامش الربح وليه الناس هتحب تشتريه. تاني حاجة، اتعلم من منافسينك. مراقبة المنافسين مهمة جدا. اعرف ايه المنتجات المطلوبة وازاي الجمهور بيتفاعل معاها وايه هي الاسعار المناسبة. كده هتقدر تتطور في طرق التسويق والخدمات. تالت حاجة، خليك مسوق قبل ما تكون بايع. اتعلم التسويق الصح، استخدم أكتر من منصة ووسيلة لجذب العملاء، ده هيزود فرص نجاحك في البيع. رابع حاجة، تابع المخزون بشكل دوري. اتأكد دايما إن المخزون متاح ومتوافق مع المواصفات، ده بيحميك من مواقف محرجة مع العملاء. خامس حاجة، استخدم صفحات هبوط اللاندنج بيج، دي وسيلة مهمة لجمع معلومات عن العملاء، وحاول تستخدم أكتر من نسخة لقياس التفاعل واختار الأفضل. سادس حاجة، اختار العروض الحصرية لجذب العملاء. خليك دايما جاهز بعروض جذابة، سعر تنافسي أو خصومات في المواسم بتجذب العملاء كتير. سابع حاجة وآخر حاجة، وفر كماليات المنتج وعروض مميزة. لما تقدم المنتج مع كمالياته ده بيدي العميل فرصة أحسن للشراء. عرض كماليات بخصم أو هدية مع المنتج الأصلي ممكن يكون فكرة كويسة. بالممارسة والتجربة والتعلم من الخبرة هتقدر تكون محترف في الدروب شوبينج وتتجنب الأخطاء الشائعة. وما تنساش تدرس وتطور نفسك علشان تفضل دايما متميز. وبكده يكون خلصنا كلامنا عن أسرار الدروب شيبينج. لو عندك أي استفسار أو محتاج تعرف معلومات أكتر ما تترددش وتواصل معنا على الواتساب. أتمنى يكون الفيديو ده فاتكم. لحد ما نتقابل في حلقة جديدة، السلام عليكم.